الآن هاي الشخصية الآن اللي بدي أحكي لكم عنها وأعطيكم كتبها، الله أكبر كيف أنا أكثر شغلة حزين عليها إنه هذا الرجل لم أتعرف عليه من زمان. يعني أنا باجي بطلع حالي بقول عامل حالك لملم كتب الدنيا وبتقرأ للكل قاعد، وهذا الزلمة فلت من تحت إيدك، هذا الزلمة ما بتعرفوش. وبحزن برضو لما أجي أطلع على شباب المسلمين ألقاهم مهووسين بعثمان الخميس ووليد إسماعيل وبالفوزان وبيعرفوش إلا ابن باز، ولاقي إنه هاي الشخصية فالتة من بين إيديهم وتاركين كتبها ما بيقرأوها. عجيب. طبعا قصة الكتب هاي كيف أجتني؟ بعت لي أخ مغربي الله يرضى عنه، بقول لي أبو عمر حب أهديك هدية شوية كتب. قلت له والله حياك الله. تم التنسيق يوصل الكتب لمكان معين، والمكان المعين يجيب لي الكتب. بعث لي ما يقارب 10 كتب لرجل اسمه الإمام عبد السلام ياسين. والله فكر عظيم، كاتب عظيم، مسلم عظيم. يعني لم أجد في نقاوة قلب هذا الرجل، لم أجد في طهارة قلمه، رجل بسيط جدا. تمام. رجل يعني أول إشي الكتب تاعته، عنده كتب كثيرة، هو لن أستعرضها كلها ولكن بدي أستعرض لكم هدول الاثنين: الخلافة والملك، والكتاب الثاني نظرات بالفقه والتاريخ. الكتابين بسيطات جدا، واحد 90 صفحة والثاني 70 صفحة. اسمعوا يا جماعة الخير، الكتاب هذا فيه من الجرأة التي لا أحد يتجرأ أنه يكتب الكلام اللي هو كتبه بشكل واضح. قال لك بني أمية خربوا الخلافة، قال لك حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافة بعد 30 عام، بعدين بتصير ملك عاض، ملك جبري، بعدين بترجع الخلافة. هو بيقول إحنا لازم نرجع الخلافة. بيقول بني أمية حكموا الناس بالسيف، بني أمية ما طبقوش الشريعة، بني أمية يعني هم نقطة في التاريخ مش جيدة، ولكن في حدا بده يجبرنا إنه إحنا نضل ماشيين في الفلك تاعهم. فهو بيحكي من منطلق إنه التوريث شيء غير شرعي، إحنا لا نريد التوريث، وكمسلمين ما عندناش فكرة التوريث. اثنين، هو بيقول لك انه الجماعة هذول اجرموا بحق المسلمين، اجرموا بحق الفكر، اجرموا بحق آل البيت، اجرموا بحق الكعبة، واجرموا بحق المدينة تاعت الرسول. فبالكتابين هذول نظرات بالفقه والتاريخ كان بيحكي يا عمي تعالوا اقعدوا، انت شو مشكلتك مع الشيعي وشو